مرحبا، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. وصفتي اليوم من أطيب وألذ الوصفات اللي ممكن تحضروها. رح نعمل مع بعض يلنجي البصل. تابعوا الوصف الأخير لنشوف الطريقة والمكونات ونبلش. عندي هون 3 حبات من البصل حجم كبير قشرتن، وهلأ رح أقص البصل للنص مو أكتر من هيك مثل ما عم تشوفوا. رح أكملن كلياتن بنفس الطريقة، وهلأ رح انتقل لحتى أسلق البصل. بطنجرة على النار فيها مي عم تغلي رح انزل حبات البصل واتركن هيك ينسلقوا تقريبا من 10 دقايق ل 12 دقيقة. بتلاحظوا هيك انه شلون هيك فتحوا حبات البصل بهذا الشكل. هلا بنصفيهم وبنحطهم على صحن وبنتركن لحتى يبردوا تماما. وهيك بعد ما بردوا انا فصلت طبقات البصل عن بعضن، وتركت بس حبة من البصل لحتى اساويه قدامكم. بس افصل الطبقات شايفين بيكون في قشرة هيك شفافة، انا بحب اشيلها كمان، يعني بترجع حسب رغبتكم. وهيك بتكون كل طبقة شايفين. هلا رح اعمل كمان وحدة وافرجيكم اياها. بتنشال بكل سهولة، بس سووها على مهلكم مشان ما يتكسر البصل. ومثل ما قلت لكم هي القشرة هيك بحب اشيلها انا. وبكملهم كلياتهم بنفس الطريقة. واخر شي بضل في حبات صغيرة هدول ما بينحشوا، بتقدروا تخلوهم بقلب الصينية كمان بيعطوا نكهة كتير طيبة مثل هدول شايفين. وهلأ رح انتقل لحتى احضر الحشوة. بجات رح انزل كاس ونص من الرز القصير وبدون نقع، بس غسلته كتير مليح وصفيته من المي. فوقن رح نضيف 4 حبات من البندورة قشرتن وفرمتن فرم ناعم، مع حبة صغيرة من البصل وجرزة بقدونس كله مفروم فرم ناعم. وهلأ رح نضيف الملح والبهارات. عندي هون معلقة كبيرة من النعناع اليابس، وإذا في أخضر بيكون أطيب، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وعصير ليمونتين بتقدروا تضيفوا أكتر، وتلت كاسة من زيت الزيتون. وهيك بتكون الحشوة صارت جاهزة. من قلبهم مع بعض كتير مليح. وإذا متوفر دبس رمان أو سماق كمان ضيفوا بيعطوا نكهة كتير طيبة، بس أنا ما كان متوفر عندي. وهيك الحشوة بتكون صارت جاهزة. وهيك بعد ما جهز البصل والحشوة جهزت، هلأ رح أبلش أحشيهم. وبحط كمية مليحة لأنه فيهن خضرة مليح، وهلأ الخضرة كلها هي بتدوب. وببرمها بهي الطريقة مثل ما عم تشوفوا شايفين، يعني طريقة تشكيلها كتير سهلة وبيطلع شكلها كتير حلو. شوفوا ما أحلاها. أنا هون كنت سالقة 3 بصلات بس ما قدوني، ويعني طلعت الصينية ناقصة. رجعت سلقت بصلتين وحشيتن وعبيت الصينية. وكمان رجع زاد عندي حشوة، حفرت كوسة وعملت طنجرة صغيرة هيك على طرف، مشان إذا حابين تعملوا. يعني أنا عملت على هاد العيار 5 بصلات وكمان رجع زاد حشوة. وهيك ببرمها بهي الطريقة. شوفوا ما أحلاها، يعني كتير شكلهم بيطلع حلو وطعمتهم ما بتتخيلوا ما أطيبها. بصفهم كلياتهم بهي الصينية. طبعا إذا حابين تعملوها على النار بطنجرة بتقدروا كمان تطبخوها بطنجرة، بس أنا حبيت أعملها بالفرن. وهيك بعد ما عبيت الصينية هلأ رح أحضر الصوص. أنا عندي هون 3 كاسات من المي الحامية، بضيف فوقن معلقتين كبار من دبس البندورة، نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقتين كبار من زيت الزيتون. وبس هيك رح نقلبهم مع بعض كتير مليح. وهيك بيكون الصوص صار جاهز. وقبل ما انزل هذا الصوص بقلب الصينية انا صفيت الحشوة، والزوم اللي بينزل من الحشوة فيه كتير نكهات طيبة. رح انزله فوق البصل. وهلأ رح انزل الصوص اللي حضرته شوي شوي لحتى يغمر البصل. وبس اخلص بغطي الصينية بورق زبدة، بعدين ورق قصدير. وبدي احكي لكم عن الفرن. بفرن حامي قبل بوقت ونار قوية رح فوت الصينية على الرف الأقرب شي للنار والنار من تحت. وبس يبلشوا يغلوا بوطي النار وبتركهم تقريبا شي ساعة وربع لحتى يستووا. بعدين بشيل ورق القصدير والورق الزبدة وبرفع الصينية على الرف الأعلى شوي لحتى أحمص وشهم، وبشغل عليهم الشواي من فوق. وهيك بعد ما طلعت رشيت عليهم رشة رمان وبتركهم هيك بس شي ربع ساعة لحتى يبردوا. وطبعا هي من الأكلات اللي كل ما تركتوها تبرد كل ما صارت أطيب وأطيب. وهلأ رح أصب الصحن وأفرجيكم إياهن. شوفوا لي هالشكل شلون متماسكات، وبنفس الوقت الرز بقلبه دايب والبصل كمان صاير. وهلأ رح أفرجيكم الزوم. شوفوا هالزوم ما بتتخيلوا النكهات، بشهي القلب. وهلأ هيك برجع برش عليه رشة رمان أزين فيه، لأن الرمان كتير بالبقله وكمان طعمته كتير طيبة معه. وبس هيك، ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى من كل قلبي الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة. بشوفكم في فيديو جديد. باي باي.